أنا مريم هيثم العبد ساكنة بمخيم العريشة. أول شي نغسل قلب الخيمة، بعدين بعد ما خلصنا إجت المرحومة نوال، إجت جابت القلب هي وأختها، قالت تتعاونون. أول شي ما رضينا نعاونها، زعلت وقلنا لها يلا يعني بكرمال زعلتش راح نجي نعاونك. بعد ما خلصنا قلبنا عاوناها، بعد ما خلصت هي فاتت على المي تسوي تغسل حالها، وجت جابت علي سط المي وقامت كبته علي، وقلت لها هسه أنا تعبان بعدين يعني مو فاضة ساعتين نمزح. المهم قامت هيك وفتنا أنا وياها قمنا نتمازح مع بعضنا. بعد ما فتنا أنا طلعت وهي راحت، قامت تمشي لقدام يعني تقدم على المويه. بعد ما قدمت صرخت، بعد ما صرخت تقول أنا غرقت، نفكرها تمزح. أما أنا ركضت عليها وبعدين إجنا البنات قامن ركضن زادينا، هن طلعت ونحن وياها يعني بالمويه. هي توفت وانسعفوني على الهلال الأحمر الكردي، كنت فاقدة الوعي. أنا أحمد السلطان، فني تخدير ونعاش بنقطة الهلال الأحمر الكردي بمخيم العريشة. حضرت لنا المريضة مريم في تمام الساعة 5:30 مساء. تقدمنا للرعاية الأولية والإسعافات الأولية لأن كان عندها توقف تنفس وقلب. تنببت المريضة، صار لها انعاش قلبي رئوي وتم إسعافها إلى مشفى الحكمة، ونحن على كامل الجاهزية أنا والفريق بالمخيم لاستقبال أي طارئ كان، حرق، غرق، نحن مستعدين لأي طارئ.